FM. احنا نخدموا على ارواحنا وواجبنا باش نخدموا. احنا نخدموا والبعض قاعد يحسب ويعرقل، ومن اللي جينا لها الحكومه هذه من بعد الانتخابات وثم ناس قاعده تخدم وثم ناس قاعده تعرقل. ولو كان نحطوا شكون مسؤول على نقص الانتاج والا على نقص نسبه النمو والا على شنو الخسائر والا على شنو الجهود اللي بذلوها رجال الامن ورجال الجيش وغيره، نلقاو أنه جزء كبير منها مسؤولة على الناس اللي قاعدة عاملة وظيفتها أنها تعرقل. وكيف تسألها شنو أنت إسهامك باش ساهمت خلال هالعامين هذم في التنمية الاقتصادية، في التنمية السياسية، في التهدئة، في زيادة الشغل، في مقاومة الإرهاب، في تأطير الشباب، في التوعية بالأفكار الهدامة، في حفظ استقلال تونس وقرارها الوطني. تو يقول لك أنا نهار كامل وأنا مجتمع بجماعتي ونحرض هذا ونقص هذا وندافع على اللي يقص الطرقات وندافع على اللي موقف الحوض المنجمي وموقف الثروات وماهوش يخلي في البرامج التنموية برامج التنمية الجهوية والتشغيل وغيره. هذا باش تبدو فاهمينه. اثنين، احنا قاعدين نخدموا على أرواحنا. بلادنا في فترة حساسة، من شيرة لازمها تكمل الانتقال الديمقراطي، من شيرة عندها قضايا اقتصادية حارقة، ما نجموش نضيعوا نهار، ما نجموش نقعدوا نستنوا، ماناش دولة متقدمة وعندها بترول باش نقعدوا نحكوا شهر وشهرين وثلاثة، كل ساعة بحسابها. كيف عندنا خطر، احنا في مقاومة وفي حرب مع الإرهاب ومع العنف ومع الفوضى. احنا قاعدين نخدموا على هالواجهات هذه الثلاثة، ما نجموش نوقفوا الخدمة، يلزمنا نخدموا فيها الثلاثة ونتحاوروا في نفس الوقت سياسيا باش اللي عنده مخاوف نذللوها له، اللي عنده مقترحات نناقشوها. ما ثم حتى مقترح ممنوع مناقشته، لكن ما ثمش فرض مسبق كأنه يقول لي هو أو لا أحد، معناها بالمسبق. ولذلك هالدعوات هذه دعوات تمرد ودعوات فوضى ودعوات عنف ودعوات لا مسؤولة إزاء ما تحتاجه البلاد اليوم. هذه دعوات تضر بالأمن وبرجال الأمن وتضر بالاقتصاد وتضر بمؤسسات الدولة، وهذا بالذات وهذه الدعوات بالذات التي ترفض الديمقراطية وترفض الحوار وترفض الذهاب إلى الانتخابات. احنا باش نواصلوا نخدموا على أرواحنا. واحد. اثنين، نحن مفتوحين على مناقشة كل المقترحات على طاولة الحوار، لكن رأينا في هالمقترحات هذه، رأينا نقولوا اللي قدم البلاد، الشيء اللي قدم البلاد هو اللي ما يهزناش باش نقعدوا نتحاوروا 3 شهور، وإلا باش نجيب وزير جديد يلزموا 4 شهور باش يولي يعطي باش يفهم الملفات. نحن تو في صلب الحرب، ما نجموش نتحولوا حكومة تصريف أعمال ما تاخذش قرارات. ثم حكومة ثم تبديل حكومة في داخل وقت اللي تبدأ البلاد مهددة، وقت اللي تبدأ في صلب الحرب، وقت الحرب، وقت التحديات. الناس يفترض أنها تتوحد وأنها تخلي من روحها شوية باش تخلي وحدات الأمن تتقدم. احنا ما نجموش نتخلاو على الواجب الوطني والشرعي والشعبي متاع مواجهة الأخطار اللي تحدق بتونس. ما عندنا حتى شيء اسمه تمسك بالسلطة ولا تفكير في انتخابات وتزييف وغيره. نتوحد من أجل مواجهة التحديات وفي نفس الوقت نتحاوروا، واللي نتفقوا فيه نمشوا فيه. لكن إذا كان واحد باش يجي يقول أنا أو لا أحد، وإلا الدكتاتورية، نحينا دكتاتورية فرد باش تولي لنا دكتاتورية أقلية ولا مجموعة ولا فيها، هذا ماهوش باش يقبل به حد، لأنه كلنا شركاء في هالوطن، والوطن يتسع للجميع وما ثماش حد يشرط على الآخر. ثم طاولة حوار الناس تناقش فيها وتقدم وتسمع وتحترم غيرها وتنحي وتنقص شوية. أما تسييس كل شيء، تسييس المنظمات الاجتماعية، تسييس الجمعيات، تسييس الإعلام، تسييس كل شيء، معناه وقت اللي نجو نتحدثوا على تحييد الإدارة. تحييد الإدارة نعم يلزم تكون وطنية ومحايدة. موضوعية الإعلام نعم ما يلزمش يخدم أجندات متاع حزب. موضوعية كل شيء، الإعلام والإدارة والمنظمات الاجتماعية والجمعيات كلها لازمها تخدم الوطن وما تخدمش أجندات سياسية. احنا مستعدين لكل شيء إلا الشيء واحد اسمه العنف، الإرهاب أو الإكراه الآخرين ورفض الحوار والتطاول على أجهزة الدولة وعلى المواطنين. ابعد، أنا متعدي، إما تجي معايا وإلا ما نش قابل بك. هذا ماهوش أسلوب.